السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم غادي نقترح عليكم واحد الحسوه ولا حساء مهم سميتو الفتيت ديال الشطبه. هو كيتكال في البرد كوجبه عشاء وزوينه. اقترحتها عليكم اليوم بمكونات بسيطه بزاف، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. نبداو بسم الله بالمقادير. عندنا زلافه ديال الفول اللي كيكون منقي ومغسول، زلافه ديال العدس حتى هي منقيه ومغسول، زلافه ديال البصله، عندنا شويه ديال الزيت باش غادي نديرو هاد المكونات، وعندنا شويه الملحه وشويه الابزار. الملحه كتكون على حسب الذوق. المهم غادي نحتاجو حتى الحليب وغنحتاجو حتى الطحين باش غادي نصاوبو هاد الحساء ديالنا، ولكن انا ما صورش لكم هذاك الشيء الاخر. بغيت نبدا بهاد المكونات الاوليه، من بعد عاد غندوزو للقوام الاخر. نبداو بسم الله. تنحطو البصله، كنبداو بالبصله هي الاولى. نديرو العدس ديالنا، راه كتجي رائعه وغزاله، كتجي زوينه بزاف. هي بطريقه جديده ما فيهاش بزاف ديال المكونات، انا كنديرها غير بالحليب، ما كنديرهاش بالمطيشه. الملحه حتى هي كتبقى على حسب الذوق. ديرو معلقه ديال البزار بحال هكا، والزيت حتى هو باش ما تجيناش ميتمه بزاف، شويه وصافي. من بعد ملي درنا هاد المكونات كاملين غنديروهم فوق واحد النار اللي تكون متوسطه، ونخليهم تيطيبوا، وكنضيفوا ليهم الماء سخون تنخليهم تيطيبوا مزيان. ملي كنحسوا بالفول ديالنا طاب لينا والعدس كندوزو وكنزيدوا عليهم هذاك الدقيق اللي غنوريكم دابا كيفاش غنفتلو لكم باش كيطيب معاها، ومن بعد نزيدوا عليهم الحليب وانتم معنا. من بعد ما ضفت ليها الماء اللي كيكون سخون مزيان وتنخليه تيطيب على خاطرو. هادشي ملي كيطيب عاد كنزيدوا عليه الدقيق. ودابا كيف ما كتلاحظوا معايا غندوزو باش نفتلو الدقيق اللي قلت لكم. كنحتاجوا الفورص. المهم انا كندير فيها الفورص. القدر اللي غادي يكفيكم. انا هنايا عندي الكميه كبيره شويه، نتوما على حساب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم كديروها. المهم نبداو على بركه الله. فغنحطوها في القصريه هاد الكميه اللي عندنا ديال الطحين بسم الله، وكنبداو تنفتلو به بالماء بسم الله. تنبداو تنفتلو فيه بحال الكسكسو. المهم تنفتلوه تنبقاو تنفتلو فيها حتى تيتقاد لينا الخليط هكا ديال الماء اللي عندنا. ومره تنضيفو شويه الماء باش تنفتلوه بحال هكا. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا ملي فتلت هاد الدقيق ديالي كيجي على هاد الشكل، كنبقى نفتل فيه، كنزيد الماء وكنبقى نفتل فيه حتى كيجي بحال هكا. ومن بعد ملي كيطيب ليا داك الفول وداك العدس كنضيفو عليهم. ملي كنبغي كنضيفو وانا كنحرك باش ما يلصقش ليا وباش ما يجيش هادشي معجن ليا، كنبقى نحرك فيه. ودابا كما كتلاحظوا معايا ملي طاب شويه داك العدس وداك الحمص كنحتاجوا لهاد الطراب هذا اليدوي، وكنبداو كنزيدو في هاد الدقيق بحال هكا شويه بشويه وكنحركو بسم الله شويه حتى يسوينا. حيت هو هاد الدقيق دغيا تيطيب
وكنبقاو كنرميو فيه وتنحركو. ودابا كيف ما كتلاحظوا معايا ملي درت داك الدقيق ديالي كامل تنزيد عليه مازال شويه الماء كتعقد ليا، ونضيف عليه ملي تنحس به هاد الدقيق ديالي حتى هو طاب مزيان. هذا كنضيف ليه الحليب، كيف ما كتلاحظوا معايا ملي طاب ليا هذاك الدقيق اللي درتو كيجي بحال هكا على هذا الشكل. كنضيف ليه دابا الحليب، كل واحد على الكميه اللي بغا على حسب عدد الاشخاص ديالو. حيت انا درت كما قلت لكم درت بزيت، وانتم كل واحد وشحال كيدير. تنبقاو نخلطو فيها حتى كيطيب الحليب وها هي كتكون واجده. كيف ما كتلاحظوا معايا فتيت الشطبه ديالي ملي وجدات كتجي على هذا الشكل، راه كتجي زوينه ورائعه وهائله، وكنتمناكم تجربوها. انا ما درتش فيها الحلبه وحب الرشيد حيت كاين اللي ما كيبغيهمش، انا كنديرها بحال هكا كما قلت لكم مكونات بسيطه، وكنتمنىها تعجبكم. ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم واشتركوا معايا في القناه، وشكرا لكم.